مرحبا، أنا إبراهيم من غزة. آخر الأخبار والتطورات. إيلون ماسك بعد ما ما صار فيه هجوم سبراني على موقع إكس تسبب في عطل في هذا الموقع. إيلون ماسك قال لقناة فوكس نيوز بأن الهجوم السبراني الذي عطل موقع إكس مصدره أوكرانيا. رجال أعمال جنين يجمعون أكثر من 1,000,000 شيكل خلال ساعة واحدة فقط لدعم النازحين الذين هجرهم الاحتلال من منازلهم في مخيم جنين. كذلك الاحتلال شن غارات على ريف درعا بالتزامن مع توغل جيش الاحتلال في قرية معرية غرب المدينة جنوب سوريا. كذلك قوات الاحتلال قامت بإعادة اعتقال فادي عبد الدايم من مدينة البيرة بعد تحطيم محتويات منزله، ويذكر بأنه تحرر قبل عدة أشهر من السجون. في كمان صباح اليوم قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشبان في بلدة عزون قضاء جنين. الجيش الإسرائيلي في بيان له قال بأن غارات سلاح الجو على جنوب سوريا استهدفت مقار قيادية ومواقع عسكرية تحتوي على أسلحة ووسائل قتالية. الوسائل القتالية المستهدفة تابعة للنظام السوري كما يدعي، وتشكل تهديدا لإسرائيل. بسبب ترامب الاقتصاد الامريكي يتكبد خسائر تاريخيه، يصل خسائر تاريخيه وصلت الى تريليونات الدولارات، لتسجل الاسهم الامريكيه اسوأ اداء لها منذ سنوات. وبحسب رويترز فان الاسهم الامريكيه خسرت 4 تريليونات دولار من قيمتها منذ صعودها عقب انتخاب ترامب. أنا إبراهيم من غزة. اعملوا لي متابعة للمزيد وللتبرع تواصلوا معي واتساب. الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له قال بأن طواقمنا في جنين تتسلم شهيدة عمرها 60 عام على حاجز الجلمة صباح اليوم. ونهاية بحب أذكر إخوتنا العرب وإخوتنا الموجودين خارج قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي لم يدخل ولا لقمة أكل واحدة ولا حتى شربة ماء واحدة إلى قطاع غزة. ونهاية أنا إبراهيم من غزة. إذا بتحبوا تتبرعوا اعملوا لي متابعة للمزيد، واللي بيحب يتبرع يتواصل معي على رقم الواتساب المعروض قدامكم، ويعطيكم العافية. مرحبا، يعطيكم العافية. أنا إبراهيم من غزة. هذا الفيديو بدي أحطه لكم في نهاية الحلقة اللي قدمتها. هذه الخيمة اللي أنا بتكلم منها قاعد حاليا، أنا اشتريتها منهم. حتى الآن أنا ما استطعت إني يعني أسد دينها أو أوفي حقها للزلمة، فقلت بدي أصور فيديو وأبعث لكم إياه، وأحط رقم الواتساب للي بيحب يتبرع علشان نقدر نسد هذا الدين ونقدر نكفي مصروفنا في هاي الأيام الصعبة اللي بتمر علينا في غزة. هذه الخيمة، هذه هي، شايفين كيف؟ هذا هو الباب، هذا هو المكان اللي بنام فيه. تمام؟ يعني اللي بيقدر يتبرع يا جماعة الخير ما يقصر. أخوكم إبراهيم حمدان من غزة، ويعطيكم العافية.